بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي أحباء كايرو دار، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة واللغة الإنجليزية. احنا على مدى حلقات درسنا قاعدة اف بالتفصيل، واتفقنا ان احنا عندنا 4 types of f، 4 حالات. هتقول لي ازاي؟ قلت لك ان فيه قبل ال1 وال2 وال3 في زيرو، ما تنساهاش. قلنا في زيرو كونديشنال، حالة الصفرية، وقلنا بيسموها حالة انعدام الشرط. بتبقى ازاي؟ بتبقى if present simple. بستخدمها امتى؟ لما اكون بتكلم طبعا على scientific facts، حقائق علمية. وقلنا المثال if we heat water it boils. heat present simple، boils present simple. طيب قلت كمان ممكن استخدم الزيرو كونديشنال مع الهابتس، واديتكم مثال قلت لكم if I feel tired I go to bed. بحس بالتعب بنام، دي عادتي. فقلت لكم تعرفوها ازاي؟ ممكن تشيلوا if وتحطوا كلمة when. but when I feel tired I go to bed. عادة، تمام؟ دي كانت الحالة الأولى أو الزيرو بمعنى صح. انتقلنا للحالة الأولى وقلنا if present simple، الناحية التانية future simple، والفيوتشر ممكن يبقى كان أو may أو will والمصدر. قلت if I study I will pass. if I study present simple I will pass. مش بس كل مرة إثبات. if I don't study I won't pass. if I don't study مضارع بسيط منفي، الناحية التانية will وإيه؟ will والمصدر بس منفية won't W-O-N''T. قلنا كمان ممكن الحالة الأولى تستخدم في الأمر. أقول لك if you meet علي، if you meet علي، قابلت علي tell him. ما قلتلكش you will tell him، قلت tell him that I'm waiting for him. قول له مستنيه مثلا، تمام؟ طيب انتقلنا للحالة الثانية، قلنا if past simple، الناحية الثانية would والمصدر. بدل if you study قلنا if you studied you would pass، ادي would والمصدر، تمام؟ if you studied you would pass. if you didn't study you wouldn't pass. studied ماضيها didn't study، والناحية الثانية would ماضيها wouldn't والمصدر. حالة ثانية. وخدنا الحالة الثالثة كمان، قلنا if you had studied، if you had studied ماضي تام you would have passed، would have تصريف ثالث. ما ننساش كمان احنا خدنا بدائل لكلمة if، قلنا if اخواتها provided، ومكتوب عندنا الكلام ده نرجع له، provided providing provided that in case as long as بيأدوا نفس المعنى، تمام؟ واتفقنا كمان ان كلمة if not لو حالة منفية يعني، او الجملة منفية بتاعت if بتساوي كلمة unless او except if، تمام؟ درسنا كمان استخدمنا كلمة where مكان if في الحالة الثانية، وخدنا had مكان if في الحالة الثانية والثالثة. وقلت لكم مثال if you studied تبقى where you to study. if you studied where you to study، where فاعل to مصدر. لكن if you were told، where موجودة، if you were told تبقى where you told، where you told شلت if وحطيت where وكملت. had بقى لازم تكون موجودة. if I had money تبقى had I money. if I had money تبقى had I had money. if I had money had I money. if I had money had I had money وكملت الجملة بتاعتي. درسنا كمان استخدمنا الكلمة in case of غير in case بس. قلنا in case of دايما بعدها مين؟ اسم أو جرم. في حالة in case of مثلا coming early، في حالة المجيء مبكرا you will meet the boss، هتقابل المدير. وخدنا without و but for، قلنا دايما بعدهم مين؟ without و but for معناهم بدون، زي كلمة unless، بس unless بعدها جملة عشان find the mistake. unless بعدها جملة زي if بعدها جملة واخواتها بعدهم جملة. لكن كلمة without وكلمة but for بعدهم دايما ايه؟ اسم او جرم شبه جملة ما يديش معنى. without his help بدون مساعدته، او without helping me اللي ينطبق على without ينطبق على ايه؟ على but for. but for his help او but for helping me بدون مساعدته. I wouldn't finish ما كنتش خلصت، او I wouldn't have finished ما كنتش خلصت. وخدت if it were not for و if it hadn't been for. اشيل without واحط if it were not for في الحالة الثانية. اشيل without و but for كمان واحط if it hadn't been for في الحالة الثالثة، تمام؟ كده رجعت معاكم كمان قاعدة if وبسرعة. وخدنا كمان تمرين عليهم اللي هي دايما كانت تمارين تشايسز. دلوقتي هنتكلم في find the mistake.
عايزكم بسرعه كده تطبقوا الكلام اللي خدناه مع بعض. نشوف. بيقول لي hurry up. If we don't hurry we would be late. اسرع. If we don't hurry لو ما جريناش we would هنتاخر. انا عندي if we don't مضارع، يبقى الناحيه الثانيه will والمصدر. عشان ايه؟ عشان دي مش فاكت، مش حقيقه، ده احتمال. لو لم نجري او لو لم نسرع مش هنلحق، تبقى we will be late. ادي will والمصدر. يعني شيل apostrophe دي وخليها، ممكن تحط لي apostrophe ll وتبقى will او shall. It is raining hard. بتمطر. We get wet if we go out. لو خرجنا هنبتل بالميه. تبقى ايه؟ نمسك من عند كلمه if دايما. if we go out. ادي if مضارع بسيط، يبقى جواب الشرط اهو احبائي. we will get wet. if we go out we will be wet. سوف نبتل او we will get wet. طيب I would have been angry if it happens again. هبقى غضبان او زعلان لو الشيء ده حصل تاني. بتكلم على مين؟ على المستقبل. فبقت if it happens again. if مضارع بسيط، كلمة happens يبقى الناحية التانية will والمصدر، تبقى I will be، كل الجزء ده يتشال، هتبقى I will be angry. I will be angry if it happens again. if مضارع بسيط will والمصدر. We see the whole match if we leave now. هنشوف المباراة لو مشينا دلوقتي، ده لو حصل. يبقى if leave مضارع بسيط، الناحية التانية will والمصدر، تبقى we will see أو we shall see we can see. نريحك. will see shall see can see may see it's okay. if she works hard لو بتشتغل بجد. ادي if ودي مضارع بسيط، يبقى الناحية التانية will والمصدر. if she works hard she will earn، مش earns، تبقى she will earn واشيل الاس much money. بعد كده don't worry if I was late tonight. بقول لبابا مثلا ما تقلقوش او لمامتي ما تقلقيش لو اتاخرت، هتبقى ايه؟ don't worry. احنا اتفقنا اصلا اثبات او النفي، الطلب او الامر في الحاله دايما الاولى. هنا يبقى بالنسبه لي مضارع بسيط. if I am late هنشيل وزن نخليها مين؟ am. if I am late يبقى don't worry if I am late tonight. if they didn't come soon I am not going to wait. لو ما جوش دلوقتي مش هستنى. لاحظوا I am not going to مصدر ده future مستقبل، زي كلمة will ودرسناه بالتفصيل بالتأكيد في الوحدة الرابعة. يبقى عندي am not going، لا الوحدة الأولى سنة ثالثة قلنا am not going to زي كلمة will والمصدر، يبقى الناحية الثانية إيه؟ مضارع بسيط، تبقى if they don't come. محدش يغير كل حاجة، لا didn't تبقى don't، مضارع بسيط منفي don't come. if you أو if they don't come soon، عشان soon بتكلم على المستقبل أهو، لو ما جوش حالا هبقى زعلان أو مش هستنى. طيب if she ran all the way she will get there in time. she will get there in time يبقى if she ايه؟ all the way، لو جريت طول الطريق هتبقى هناك في الوقت المناسب، تبقى if she runs، عشان تبقى if مضارع بسيط هنا will ومين؟ والمصدر. if she runs بدل ran تبقى run، وانتوا عارفين she مفرد هحط لها اس تبقى if she runs. تمام؟ if he will be sick، كنا عارفين ان كلمه if ما يجيش بعدها will، مش من الجزء ده، will في الناحيه الثانيه. يبقى if he ايه؟ مفيش حاجه اسمها will. if he is ده من غير ما اكمل حتى. if he is sick لو هو مريض he had better go، من الافضل لازم he would better go. he had لما اقول better يبقى لازم had. he had better go to bed. تمام؟ طيب he had better go to bed بتكلم على ايه؟ بتكلم على كانه past. تمام؟ تبقى if he were sick he had better go to bed. if he were sick he would be أو he، لو قلت would rather غير لما أقول had better go to bed. last one the dog doesn't attack you if you sit quite still. الكلب مش هيعمل ايه؟ مش هيهاجمك لو أنت استنيت مكانك. بتكلم على if وبعد كده sit quite still. the dog الكلب يعمل ايه؟ سوف يبقى مش كلمة doesn't. إذا كان عندي if ومضارع بسيط sit يبقى الناحية الثانية will والمصدر. will والمصدر تبقى منفية، تبقى want والمصدر تبقى want attack WON'. بكده يا أحبائي نكون راجعنا على قاعدة if وخدنا تمارين كافية. أتمنى تذاكروها وترجعوا تحلوا الأمثلة دي كمان تاني مرة، وفي نفس الوقت عندكم كم كبير جدا جدا من التمارين حلوها. أي حاجة واقفة معاكم اتصلوا بينا أو سيبوا لنا سؤالكم على الموقع، وإحنا إن شاء الله هنجيب على كل الأسئلة.
على وعد بلقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.